صدمة جماهير الأهلي من وداع دوري أبطال أفريقيا دفعها لضرب كولر بالأزايز. كولر اللي كان مصدوم وبيبص للجماهير وكأنه ما عملش حاجة، وهو خارج مش مصدق إن الجماهير بتضربه بالأزايز. موقف ما اعتدناش إن احنا نشوفه من جماهير الأهلي، ولكن دي نهاية مارسيل كولر السيئة والخروج الأسوأ للمدير الفني الأجنبي من النادي الأهلي. لحظات فاصلة واجتماع حاسم ما بين كولر والخطيب. اللي بيتقال في الاجتماع ومن هو المدرب البديل، ولكن هو ده الموسم الصفري الكارثي للكابتن محمود الخطيب ومجلسه من بداية هذا الموسم. والجماهير بتنادي، الجماهير اللي كان رأيها هو الصادق من البداية ان مارسيل كولر ما ينفعش يكمل للسنة الثالثة مع النادي الأهلي. كولر يا صديقي، إدارة الأهلي تعرف كل الكواليس اللي بينه وبين اللاعبين. مدرب نسي التدريب، مدرب ابتعد عن العمل، مدرب أساسا فقد الشغف وفاقد للشغف، مدرب بقى عنده مشاكل مع اللعيبة وأولهم محمد مجدي قفشة من بعد حلقته اللي ظهر فيها مع إبراهيم فايق. الراجل خلاص حطه في التلاجة، قال له قفشة قابلني لو لمستها من تاني يا حبيبي. احنا بنشوف الاهلي بيودع امام صن داونز من دوري ابطال افريقيا الوداع الذي صدم الجماهير. مباراه تجيب لك الضغط وتجيب لك سكته قلبيه بسبب المدير الفني قبل اي حد. مباراه انت تفوقت فيها في مباراه الذهاب ومباراه العوده في الشوط الاول، كان ليك التفوق يا صديقي. قدرت انك انت تسجل هدف بمهاره فرديه، مفيش اي ابداع فني من جانب المدير الفني غير حاجه واحده بس: احنا بنضغط ضغط عالي يا رجاله. امام عاشور معاك ربنا يا ابني، تبني لنا هجمه، تعمل لنا اسيست. محمد طاهر راح مسجل لك هدف من واحده من اخطر الفرص اللي صنعها امام عاشور في الماتش. جريديشار خارج نطاق الخدمه، ما كانش عندك اي قدره انك انت تنزل الشوط الثاني باسلوب هجومي وتجدد الدماء. سبت اللعيبه تفرهد في ارضيه الملعب وسبتها تنهار. سبت اللعيبه واولهم مروان عطيه ان هو يسيح. الراجل وقع منك بدنيا. طيب نزل اكرم توفيق واسحب احمد رضا. لا يا باشا، انا هسيب صن داونز يعمل كل تبديلاته ويعمل كل اللي عايزه في الملعب. احنا شفنا مدرب صن داونز، انا قلت لك ده واحد من نقاط ضعف صن داونز اللي هو ميجيل كاردوزو. نفس القصه عند النادي الاهلي. نقطه ضعف النادي الاهلي الاولى هي المدير الفني السويسري مارسيل كولر. فاحنا كنا بنلعب 11 قصاد 11. المهاره الفرديه هي اللي تحسم. النهارده كانت المباراه والمهاره الفرديه اللي حسمت للاهلي التقدم بهدف طاهر محمد طاهر. لكن كأن مارسيل كولر نايم في العسل وفي الغيبوبه. مدير فني ما فهمش انك انت ممكن يجي فيك هدف في اي لحظه وتطلع وتودع دوري ابطال افريقيا. فجي فيك الهدف في الدقيقه 90 لانك انت من الدقيقه 60 وانت مبيت اللعيبه ورا. اللعيبه مش قادره اساسا تتحرك ولا تبني هجمه ولا تعمل اي تحركات، لان مفيش اي قدره لبناء الهجمه للخطوط الاماميه. مين موجود قدام؟ مفيش. امام عاشور خلاص انتهى وصح بدنيا. حافظ على امام عاشور ونزل اشرف بن شرقي. مش هنتكلم في التحليل لان احنا كلنا شفنا الاخطاء الفنيه الفادحه من المدير الفني، وكأن كولر هو اللي تعمد خساره النادي الاهلي. لكن العكس، ان كولر هو مدرب غبي وجبان. المدرب الاغبى والاكثر جبنا الذي ادار مباراه صن داونز. جماهير الاهلي نادت الاداره بقوه: نحن نتحمل القرار، مش انتوا كاداره النادي الاهلي. خلوا مارسيل كولر يودع دلوقتي النادي وسامي قمصان يتولى المهمة، واحنا راضيين بالنتيجة سواء وصلنا للفينال او ودعنا دوري الابطال. جماهير الاهلي قالتها بقوة وصراحة وشجاعة، ولكن احنا دايما بنحب نحسس. نعمل بنحب نقول طيب لا، اصل سرعة اتخاذ القرار ما ينفعش تبقى كده في العمل المؤسسي. سرعة وذكاء اتخاذ القرار في المواقف الكارثية دي بتكون شجاعة من الإدارة. إدارة تخلت عن كل المواقف الإيجابية في اتخاذ القرارات. أول قرار سلبي: أنا مش هلعب قدام الزمالك. حلو، البس وضيع منك الدوري، مش هشارك في كأس الرابطة. أوكي، كاس مصر انا مش لاعب فيه، بتودع كاس الرابطه ومش بتشارك في كاس مصر وبتضيع الدوري بقرار عدم لعب مباراه الزمالك، وانت لسه مش عارف المجهول اللي منتظرك في القرار. خصم الثلاث نقاط ولا مش هتخصمهم؟ ولو اتخصموا الثلاث نقاط من النادي الاهلي والزمالك خد مركز تاني من النادي الاهلي، يبقى ده اسوأ موسم كارثي في تاريخ النادي الاهلي اخر 25 سنه تقريبا. مين يتحمل ده ويحاسب على المشاريب ويدفع الفاتوره؟ الاداره طبعا. البعض بيطلع يدافع عن الاداره ويقول لك لا. تعمل ايه الاداره؟ غدا اجتماع مع الكابتن محمود الخطيب ومارسيل كولر. ايوه، الاجتماع ده هنعمل فيه ايه؟ تخيل كده اتقال لي ايه من جوه. بيقولوا لي ان الاجتماع هيقعد الخطيب مع كولر ويقول له ايه اسباب الخساره. عرفنا ايه اسباب الخساره. انت هتجنني؟ اسباب الخساره؟ ما اسباب الخساره انا وانت شايفينها.
والخطيب ومجلس الاداره بالكامل في المقصوره قاعدين شايفينها، وشايفينها في الكواليس من بدايه الموسم، من كولر اللي بيحب ويكره، كولر اللي مش بيطور اللعيبه، كولر اللي ما عندوش محلل اداء، كولر اللي ما بيشتغلش اساسا فني، موظف حكومي. يا رجاله صباح الفل، عندنا ماتش مع مين؟ بتروجيت، طيب مع صن داونز، اوكي نعمل الخطه ايه يا سامي يا قمصان، احنا نرص الاتوبيس ورا. طيب في اي تطوير للعيبه، في اي مهام، في اي جمل فنيه؟ لا، هرم قال لي يدوني الماتش ده، يدوني الماتش ده وانا اوصل الاهلي فينال، واجيب له كمان دوري الابطال ال 13 والثالث على التوالي، وكأن الاهلي معمول له عمل. انت النهارده الموسم بتاعك ده ليه ما خدتش القرار يا عزيزي وقلت نهايه المدير الفني مبكرا قبل مباراه صن داونز؟ خلاص انت منتظر، كنت ايه منتظر؟ انها تخرب؟ اهي خربت. منتظر انها تبوظ؟ اهي باظت. منتظر ان الترابيزه تتقلب؟ اهي اتقلبت، واتقلبت على الكل. خلي بالك. هتقول لي ليه منفعل بالشكل ده؟ هقول لك منفعل لان انا كان نفسي اشوف الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا، لان الاهلي هو الوحيد اللي قدامنا اللي بيرفع بورصه وسمعه الانديه المصريه في دوري ابطال افريقيا وفي القاره السمراء. صن داونز ده اخر بطوله افريقيه توج بيها على حساب الزمالك كانت في 2016. صن داونز النهارده ما كانش يحلم ان هو يقدر يسجل هدف في النادي الاهلي بعد الضغط العالي اللي انت كنت عامله عليه في الشوط الاول والفرص اللي انت ضيعتها الكتير. هتقول لي طيب وبعدين مين الجديد؟ هقول لك الجديد مين يا باشا. يا باشا ركز معايا، الجديد دلوقتي ان الاداره دلوقتي كله دلوقتي بيرمي الكره على التاني. نجيب مين يا رجاله؟ مدير فني يشتغل معانا كاس عالم للانديه. ما قلنا لك هات الموضوع دوت من قبل مباراه صن داونز؟ قلنا الكلام ده ولا ما قلناش؟ قلنا الكلام ده علشان انت داخل على مهمه كاس العالم للانديه والجماهير فاقده الامل في المدير الفني. فما فيش اسوأ من اللي هو تقدم. انا لو اديت سامي قمصان يكمل معايا دوري الابطال واجيب مدرب اجنبي كنت هوصل للفينال، ومش بعيد كنت افوز بالبطوله. ويعملها سامي قمصان، ما عملها حسام البدري قبل كده، وعملها محمد يوسف قبل كده. اي حد بيدرب الاهلي بيعملها، ودول كلهم كانوا جايين في مرحله مؤقته. مدرب اجنبي بيرحل وبتجيب مدرب مصري اللي هو المدرب العام بتاعه. هو احنا دلوقتي مش قادرين نتخيل ان الاداره بتاخد قرارات خاطئه؟ هو احنا لحد هذه اللحظه مش قادرين نصارح الاداره على اخطاء كارثيه تسببت فيها وبتنهي اسوأ موسم في تاريخ النادي الاهلي اخر 25 سنه؟ هو احنا مش قادرين نصارحهم ليه؟ هو لحد امتى الناس هتبقى ماسكه الطبله والرق؟ لحد امتى الناس هتبقى شغاله بالزماره؟ ما دي هي النتيجه. زمر يا حبيبي للاداره وطبل وشوف النتيجه. احنا اللي احنا بنقوله ده للمصلحه العامه. انا النهارده شايف ان انا حزين جدا. واحده من اسوأ المباريات. اول مره بقى مشدود في ماتش زي ده. انا مش اهلاوي ولكن انا اعلامي محايد. اول مره اكون مشدود وعلى اعصابي بالشكل ده. عايز الاهلي يصل للفينال علشان تحديات كبيره جدا معانا. ساحه محليه الدنيا بايظه فيها ومشاكل. عندنا ساحه افريقيه عايزين نواصل اثبات الجداره. بيراميدز يوصل فينال نلعب مع بيراميدز يا باشا. ومبروك على اللي يفوز. نكرر نفس سيناريو الاهلي والزمالك من قبل سنتين نهايه دوري ابطال افريقيا. عزيزي المتابع، احب اقول لك وابشرك ان الاداره عارفه كوارث على كولر جوه اوضه اللبس، وعارفه كوارث من كولر وعلى كولر من اللاعبين نفسهم من بدايه الموسم، ومصممين قبل ما انت تعرف يا حبيبي وقبل ما نعرف. ما احنا الموضوع بيجي لنا متاخر والمعلومات بتتسرب متاخر. انا بكلمك على من شهور فاتت كم شكوى من اللعيبه خرج من اللعيبه الى مجلس الاداره عن طريق محمد رمضان وعن طريق محمد شوقي. قالوا لهم الراجل تعبنا، الراجل مزهقنا، الراجل مش بيطورنا، الراجل مش شغال معانا. احنا لو تيجي تبصوا على شكل الاهلي في التدريبات، اللي بيحضر اي تدريب بس النادي الاهلي يقول لي جمله واحده بتتعمل في التدريبات بيحفظوها للعيبه بنشوفها في الشكل الفني في ارض الملعب. مش هو كولر اللي جالك اول سنه وتاني سنه، مش هو. انت عندك مدرب خلاص السويتش عنده فصل، حد من عنده عمل له سوفت وير، الراجل عنده ايرور، نسي الكوره، فقد للشغف، تحول لموظف، دخل في عمليه عند مع اللعيبه بيحب وبيكره. ازاي تقعد قفشه؟ ازاي تتاخر في تغييراتك؟ ازاي وازاي وازاي؟ 500,000 سؤال. ازاي تلعب في استاد القاهره وتدافع لي من الشوط الثاني؟ انت بتهزر؟ انت بتهرج؟ استاد القاهره مليان، استاد الرعب، الداخل فيه مفقود والخارج مولود.
ما عرفتش ازاي تستغل الحماسه الجماهيريه والهتاف الجماهيري والحضور الطاغي الجماهيري في انك انت تنزل الشوط الثاني تشرس لاعيبتك. اجري، اضغط، اعمل نفس اسلوب الضغط العالي. ازاي انت ما تجرأتش انك انت تسحب اوراق بسرعه هجوميه وتبدل باوراق هجوميه؟ انت لحد 1-0 لازم تبقى عارف انك انت خسران، ما انت نايم في العسل. يلا رص الاتوبيس ورا يا رجاله. ده الماتش ده بمهاره لاعبي صن داونز الفرديه ربنا سترها، ربنا سترها. اللعيبه كانت بتقول يا رب ارحمنا من كولر وعدي الماتش ده على خير. اللعيبه من الدقيقه 77 عايزه الحكم يصفر ضربه جزاء ربنا نجاك منها بتاعه ياسر ابراهيم. الحكم بتاع الفار قال لهم ضربه جزاء، الحكم رجع للفار وراجع اللقطه عشان ياسر 50-50 ممكن حكم غيره يحسبها. الحكم ده شاف ان ياسر ابراهيم لمس الكوره قبلها خلاص. انت لو كانت جت فيك دي ضربه الجزاء كنت هتشيل. تعرف تعدي لحد كام يا جميل؟ واحد زي ده يقول لك بس الحمد لله، الحمد لله ضربه الجزاء ما طلعتش ضربه جزاء. طيب الحمد لله، نعمل ايه يا رجاله؟ كله يطير، نعمل بلوك دفاعي، نعمل ضغط عالي، طير اوراقك الرابحه، انزل لي بالتغييرات. ده انا بقول لهرم التغييرات فين يا هرم؟ قال لي بس عشان الضغط عالي عليا. يا هرم فين تغييرات كولر؟ قال لي بس سيبني، الضغط عالي عليا واي كلام معايا دلوقتي ممكن توديني المستشفى، يا لحقتني يا ما لحقتنيش. كل الناس على اعصابها. يا نهار ابيض، الاهلي مشغل مدير فني بياخد 220,000 دولار السنه دي، حرام. طيب انزلنا بالمدير الفني الجديد، قال لك والله عندنا اجتماع دلوقتي طارئ هيكون بكره علشان نشوف المدرسه الالمانيه ودي الاقرب والمدرسه البرتغاليه بندور فيها، وهنشوف في المدرسه السويسريه ولكن مستبعدينها، ولكن احنا ميالين للمدرسه الالمانيه. يا باشا ده مش شغل اداره يا جميل، ده مش شغل اداره. انت المفروض عارف ان الراجل ده رايح هيغرقك، يبقى السيستم موجود. هو ده المدير الفني الجديد، انا بتفاوض معاه وبخلص معاه كده كده علشان يطلع معايا الكاس العالم للانديه. يبقى انا بكره الصبح اقول كولر شكرا، لكن انت لسه مش هتعلن، انت هتاخد لك يومين قبل ما تعدي الماتشين اللي قدامك اللي جايين وتقول له كولر شكرا، خلاص خلصنا الدوري اتكل على الله وخلصنا الموسم الصفري الكارثي وصلينا على النبي وخربتها يا باشا، ونقول يا جماعه والله دي اخيرا لقينا مدرسه المانيه تدرب الفريق وفي كاس العالم للانديه. صفقات متاخره، رايح جايب لي اشرف بن شرقي دافع لي فيه كام؟ 1.5 مليون دولار يا باشا. ده الارجنتيني موداو والجناح البرازيلي ريبيرو، روح شوف ارقامهم. صن داونز جايبها بكام؟ دافع 2.5 مليون دولار ولاعب عنده 26 سنه ومن اخطر اللاعيبه في جنوب افريقيا. اشرف بن شرقي اللي ما جاليش غير اول ماتش، طب جبته ليه؟ ما احنا قلنا اشرف بن شرقي من الاول السن بتاعه عالي، لا احنا هنجيب اشرف بن شرقي عشان نبسط الجماهير. ايه يا باشا، ما تيجي نعمل تشريح لملف الصفقات هتلقى الدنيا بايظه. اشرف بن شرقي اللي فينه النهارده؟ ايه يا عم اشرف يا اشروف، اخبارك ايه يا اشرف؟ اشرف ما جاليش غير في ماتش الزمالك، قال لهم انتوا مش جايبيننا عشان ماتش الزمالك، طب انا هحط لكم هدف في الزمالك ومش هحتفل في الزمالك ويبقى زي الفل. الراجل جاي يقلب عيشه في قرشين. عزيزي يا المتابع، الوضع سيء وده موسم كارثي وانت داخل على كاس العالم للانديه، واللي يجننك ان الاهلي فيه فلوس. ده الاهلي داخل له 10 مليون دولار، 9.5 مليون دولار، كل دولار ينطح دولار من الفيفا. يعني انا بكلمك على 475 مليون جنيه مصري، نص مليار جنيه، وتضيف عليهم 2.5 مليار 2.5 مليون دولار جايين من مكافأة بطولة الثلاث قارات اللي فاز فيها الاهلي على العين الاماراتي من الفيفا. ده كله لسه داخل خزينة النادي الاهلي. يعني انا بكلمك في 11 مليار، بكلمك في مليار 175، تجمع الارقام دي كلها مع بعض تديك مليار 175 12 مليار جنيه، 12 مليون دولار. طيب يا جماعه هتعملوا ايه؟ قال لك والله المدير الفني دلوقتي مسؤوليه فرقه الكوره، وهيقعد محمد رمضان وهيقعد محمد شوقي مع شركه الكوره، وهنبدا دلوقتي بندور على مدير فني بسرعه، ادعوا لنا ان شاء الله بالتوفيق. لا ربنا يوفقكم والله، ربنا يوفق. ما خلاص هو في حاجه الاهلي هيلعب فيها تاني في محل؟ لا ما فيش. براحتكم اتمطعوا براحتكم كده وافردوا ايديكم وجناحاتكم وخدوا القرار بتاعكم وشوفوا مين المدير الفني اللي هيجي يدرب الاهلي. ما هي خربت خلاص. يلا من غير سلام.